احذر فخ الفضفضة. كل مرة بتحكي مشاكلك ووجعك لأي حد يقابلك بنية الفضفضة، انت بتعمل تثبيت طاقي للمشكلة دي في حياتك، وبتخليها تتكرر أكتر وتكبر بدل ما تتحل. احنا اتربينا ان الفضفضة بتساوي راحة، بس في الوعي وفي الطاقة الفضفضة المستمرة بتساوي استنزاف. خليني اشرح لك ايه اللي بيحصل في الخفاء لما انت مثلا تروح تحكي لصاحبك او لجارك او لاي حد عن ازمة انت بتمر بيها. لما انت بتحكي انت في اللحظة دي بتسحب التركيز كله وبتحطه على المشكلة دي، فبتغذيها بطاقة كلامك وبتدعمها اكتر بطاقة مشاعرك. ومش بس كده، ده انت في اللحظة دي بتسمح لاسقاطات الطرف التاني انها تخترق حقل مشكلتك. يعني لو الشخص اللي انت بتفضفض له ده انسان سلبي او بيخاف او حتى بيلوم الظروف، هو فورا بيديك شحنة خوف زيادة فوق مشكلتك، فتلاقي نفسك خارج من القعدة دي وانت حاسس بتقل مش براحة. وحتى لو حسيت بهدوء، بيكون هدوء مؤقت لتفريغ الطاقة دي، مش هدوء الحل. انت حرفيا وزعت بنزينك اللي انت كنت محتاجه عشان تحل المشكلة دي على الناس اللي حواليك، ما بقاش عندك قوة دفع للتغيير. واخطر حاجة في فخ الفضفضة ده هو التكرار. كل مرة بتحكي القصة المحزنة بتاعتك لواحد جديد، انت بتبرمج عقلك الباطن ان ده الواقعي الوحيد اللي انا عايشه. فالواقع هنا بيشوفك مستمتع بدور الضحية، فيفضل بقى يجذب لك مواقف وشخصيات تانية تخليك تعيش نفس القصة البائسة عشان تلاقي حاجة تفضفض فيها تاني. الوعي بيقول ان الكتمان هو رحم المعجزات. لما تمر بأزمة وتكتمها جواك بوعي وبيقين وتلجأ لله فقط، هنا انت بتخلق ضغط طاقي عالي جدا جوه نيتك. الضغط ده هو اللي بيفجر الحلول الغير متوقعة، وهو اللي بيطلع لك مخرج ربنا بسرعة. لكن لما بتسرب الطاقة دي بالكلام، انت عامل زي اللي بيهوي البالونة بتاعته فما بتنفجرش، ما بتظهرش الحلول. الشخص السيادي الواعي هو اللي بيعرف يفرغ مشاعره بينه وبين نفسه، او حتى مع مختص يوجهه صح، مش مع جمهور يسقفله على احزانه. اتعلم تحترم خصوصية دروسك اللي ربنا بيبعتها لك، لان الفضفضة العشوائية هي نوع من التعري الطاقي. خلي شكواك هي سجدتك لله، وخلي صمتك هو درعك اللي بيحميك. وشوف المشاكل اللي كانت بتقعد معاك سنين ازاي هتبدأ تختفي معاك في فترة قليلة، لان انت هنا بطلت تغذيها بلسانك، بطلت تنشر غسيلك الطاقي قدام الناس. ما تستهونش بالفضفضة. الفضفضة هي اكتر حاجة تكبر المشكلة وتجيب لك معاها مشاكل تانية اكتر. اتعلم ودرب نفسك على قوة الصمت واللجوء لله فقط، وشوف ازاي الواقع بتاعك هيتغير تغيير جذري.